أهلا وسهلا. السلام عليكم. هيا بنا قبل أن يصرخ الصمت فينا، هيا بنا قبل أن تلهو بنا الدنيا وتنسينا، قبل أن يأتي يوم لا نستطيع أن نلبي صوت الآذان. الله أكبر. عزيزي المشاهد، قبل أن تحاسبوا استهدي بالله وقومي اقلعي هدومك، خلي الليله تعدي. الهري النهارده غير. حضرتك خلعت الحجاب ليه وخليتي ستات كتير قوي منهم مراتي انهم يخلعوا الحجاب؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كلب يا خسيس. مفيش مراعاة للأسر، مفيش مراعاة للأخلاق، مفيش مراعاة للعائلات، مفيش مراعاة للسمعة، مفيش مراعاة للعرض، مفيش خالص. ايه؟ عيب منتهى العيب. وانا اللي فاكرك مؤدبه. قصة وموضوع بيج رامي، محمد أبو تريكة، الأستاذ بقى، الأستاذ الباشا عبد الله رشدي، المدعو عبد الله الشريف. السادة المشاهدين اللي عنده أطفال تحت 16 سنة يقومهم من فضلكم. انت يا ست انت لئيمه، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط، يلا مش نجر من هنا. أنا شايفة بيج رامي إن اللي حاصل ده محتاج تبرير منك. هل الدين بيقول إنك تعمل كده؟ يعني إنك تقوم تنزل صورتك وانت متجوز؟ يعني هل ده طبيعي؟ في ايه بجد؟ في ايه تقول الدم ده يا ساتر؟ هو انت مين؟ تاريخك ايه؟ عاوز تزرع الفتنة بين جمهور الكورة وتخلي الناس تولع في بعض عشان حساباتك في البنك تزيد. ايوه. لا انا ما اسمحلكش. لا من فضلك. لا اعيروا كلمه. بص نفسي ايه يا استاذ؟ اعير الكلمه قبل ما تقولها. رجل الدين زي ما بيقول يطلع يعمل ايه؟ يكتب فتوى عن عورة الرجل وانه اللعبة بتاعت بيج رامي حرام. يا وليه ايه؟ اذا كنت عايزه تتجوزيه قولي. سلسلة فضايح ما بتقفش وتكشف حقائق تجار الدين، وازاي بيقولوا حاجة ويعملوا حاجة تانية، ازاي بيقولوا قال الله وقال الرسول ويعملوا كل حاجة عكس كده. عارفة انه في بعض الاسر شفرت قنواتها بسبب الاغاني الجديدة او التكنيك الجديد بتاع الفيديو كليب، وهو اللي بيستخدم فيه طريقة اللبس دي. انا قاعد عمود عشان مرتاح. وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر يا شيخ عبد الله. هتموت مني موت. واو 7 سنين من بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد، قائد معركة البقاء والبناء، مؤسس الجمهورية الجديدة، الرئيس الإنسان جابر الخواطر اللي ما تسيبونيش يا جماعة، سيبيني 8 سنين لو اخترنا ليهم عنوان هيكون ايه؟ المنتصر. والمنتصر هنا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبتتكلم واحنا بنزف في التراب. عارف لما يكون في خناقه كده وتاخد حد كده خايف عليه وتاخده من ايده وتمشي بيه كده بامان؟ فالرئيس خد مصر. اقدر اقولها لكم الحقيقه من جوايا بكل صدق، المراه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خدت حقها واتكرمت. عايزين السقف يعلى، عايزين نتنفس، عايزين اكسجين، عايزه هوا. الست المصريه بقت زيها زي الراجل في كل مكان. خلاص. ايوه يا ريسه، سمعت ان في حد هنا بيطلع رئيس غيري. لا عاش ولا جاش وهيتعمل معاك جلاش يا ريسه. تفتكروا مصر ضافت كام كوبري في 7 سنين كده؟ اقول لكم انا، مصر عملت 21 محور كوبري على النيل في عهد الرئيس السيسي. انا استفدت ايه؟ بتكلفه اجماليه حوالي 30 مليار جنيه. عشان نيجي النهارده يكون عندي في التعليم في مصر 24 25 مليون عشان اديهم تعليم حقيقي بجوده حقيقيه، عايز ارقام مش موجوده، مش متاحه. تعالوا نشوف طيب المجالات اللي الدولة والرئيس شغالين عليهم. خلينا نبدأ مثلا بالزراعة. يا ريس احنا تعبنا يا ريس. اللي بعده الصناعة. شركة الحديد والصلب المصرية أعلنت تصفيتها. كمان طاقة وكهرباء وبترول، بقى عندنا اكتفاء ذاتي وكمان بنصدر. هيتم تطبيق شريحة جديدة من زيادة أسعار الكهرباء. زيادة جديدة في أسعار اسطوانات البوتاجاز. طيب اللي بعده عشوائيات، اختفت تماما ومصر بقت بدون عشوائيات. أي بيت في الدنيا لما بتيجي تخشه هتعمل إيه؟ هتخش دغري
الا هنا اهو. البيوت اللي وجع واللي المجير عندنا تين واحنا ناس غلابه يا باشا. يا استاذ يا استاذ يا بتاع الدوله. وربنا يحفظ الرئيس السيسي. وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر. بلاش ابوكي مش تكلم. عيب عيب منتهى العيب.